لو ما عندكيش وقت خالص او حتى بتشتغلي وعايزة تعملي اكلة سهلة وسريعة وطعمها تحفة، يبقى لازم تجربي الاكلة دي. خطيرة يا جماعة، طعمها حلو جدا وبتتحضر في دقايق. تعالوا بقى نشوف هنعملها ازاي. عندي كيلو من دبابيس الفراخ، هبتدي بس اعمل لها فتحات كده بالسكينه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده عندي بصله مبشوره، بحط عليها معلقه صغيره من الملح والفلفل الاسود. هقلبها كويس جدا، وبعد كده اتبل بقى دبابيس الفراخ بتاعتي كويس قوي وتحت الجلد كده. وهسيبهم بقى على جنب لحد ما اجهز باقي الخطوات. عندي شرايح من البطاطس والبصل والفلفل الرومي مقطعاهم دواير كده سميكه شويه. هحط ملح وفلفل اسود وشويه كده من الزيت وتبلتهم كويس جدا. بعد كده بالترتيب هحط البصلة عليها البطاطس عليها الفلفل الرومي بالشكل ده. هجيب البايركس او الصينية بتاعتي وابتدي بقى ارص. هحط الدبوس الاول وبعد كده الخضار وراه بالترتيب اللي انا عملته بالظبط. وبس كده خلصت كل الكمية اللي عندي. وشايفين بقى شكل الرصة حلوة ازاي. هجيب كوباية من المية، احط عليها معلقتين من صلصة الطماطم، معلقة كبيرة من دبس الرمان والبديل بتاعها السكر، معلقة صغيرة من الملح والفلفل الاسود والكزبرة الناشفة. هقلبهم مع بعض كويس جدا. وفي الاخر بضيف 3 فصوص من الثوم المفروم واقلبهم مع بعض كويس، وابتدي بقى اسقي الصينية بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بكون مشغله الفرن على درجه حراره 200 من قبل ما تدخل بربع ساعه، يعني لازم الفرن يكون سخن. بغطيها كويس جدا وادخلها بقى على الرف الوسط، بتاخد من ساعه وربع لساعه ونص حسب حجم الدبابيس بتاعكم. وبعد كده بتطلعوها وتشيلوا من عليها الغطا، وتحطوا بقى قطع من الزبده. انا حطيت قطع من الزبده، ممكن تحطوا السمنه او شويه كمان من زيت الزيتون، كله هيبقى حلو. وبعد كده بفتح عليها الشوايه عشان تاخد اللون الحلو اللي انتوا شايفينه ده. وبس كده، وبكل سهوله بقى جاهز عندكم احلى دبابيس فراخ بالبطاطس. خطيره يا جماعه، مش قادره اقول لكم بقى طعمها حلو ازاي. كانت دايبه كده وتحفه، وواخده من التتبيله اللي احنا حطيناها، وكمان بقى البطاطس واخده من طعم الفراخ وكانت مستويه وحلوه جدا. هتقدموها مع الرز الابيض او الرز بالشعريه، وبالهنا والشفا. جربوها، انا واثقه جدا انكم هتحبوها.